النهاردة هنتكلم عن العادات الزوجية في الدول العربية والأجنبية ومصر. الدول العربية مفيش حاجة اسمها عروسة بتجيب حاجة، العريس متكفل بكل حاجة. يعني السودان العريس بيجيب كل حاجة، وبيجيب لها الذهب، وبيجيب لها حتى الهدوم بتاعتها، ولما بيكون في طلاق لا قدر الله بيدفع نفقة. تونس العريس بيتكفل بالخطوبة وليالي قبل الفرح، وبيجيب كل حاجة، وطبعا الذهب، وكمان لما يحصل انفصال برضو بيكون في نفقة. بعد كده عندنا الجزائر برضو العريس بيتكفل بكل حاجة، بس إضافة كمان بيكون القفطان، وقفطان العروسة لازم يكون مصنوع أو متطرز بالأحجار الكريمة وخيوط الذهب. عندنا بعد كده المغرب نفس الكلام، بس بيكونوا متساهلين شوية. بمعنى إيه؟ إن مش لازم كل حاجة تتم كما يجب أن تكون، حسب إمكانيات العريس. يعني ممكن يتنازلوا في مراسم ما يعملوهاش علشان العريس مش معاه. ليبيا نفس القصة، عمان، البحرين، الأردن، العراق ما بيجيبوش حاجة، هو مجرد إن أهل العروسة بيجيبوا هدية ذهب للعروسة وهي ماشية من البيت. كل ده بيفرش العريس البيت وبيجيب لها ذهب. طبعا بقى عندنا في دول طبعا الاقتصاد أحسن، فبيكون ليهم حاجة تانية، وهي زي الإمارات، الكويت، السعودية. الإمارات بيجيب حاجة اسمها الذهبية، ودي بيكون فيها ذهب، وبيكون فيها شنطة بتكون ماركة، وبيكون فيها عطور غالية، بيكون فيها كريمات، مثلا موبايل حديث، طقمين 3 ذهب. طبعا كل واحد وحسب ما بيقدر يشتري. بعد كده عندنا الكويت، وفيها حاجة اسمها دزة العروسة، ودي اللي موجود في الإمارات أو بيتعمل في الإمارات بيتعمل برضو في الكويت. السعودية العروسة طبعا مش بتجيب حاجة، بس هو دايما بيبني بيت. طبعا في ناس بتقول إن الحكومة بتدي فلوس عشان يبني بيت. لا، الحكومة هم بيقدموا على البيوت، ممكن ياخدها بعد 20 سنة، لكن ممكن ياخد شقة في الوقت اللي هو عايز فيه، أو الوقت اللي طلب فيه شقة بياخد شقة. بس هم بيحبوا دايما البيوت. البحرين نفس القصة، عمان برضو بيقدموا على البيوت وبرضو بياخدوها بعد 20 سنة. عندنا بعد كده سوريا في جزئين، العروسة ما بتجيبش حاجة، بس لازم يكتبوا ورقة بقيمة الذهب المطلوب. يعني هم عايزين 150 جرام ذهب، لازم يتكتبوا 150 جرام ذهب. لو هو ما جابهمش ممكن جاب ربعهم، نصهم، مش مشكلة، بس ده ضمان لحق العروسة. في جزء تاني بيعمل ايه؟ برضو بيطلب الذهب، لكن بتجيب العروسة أدوات المطبخ. في حاجة بقى بتحصل في أمريكا لطيفة جدا، وأحب إنها تحصل في مصر. في حاجة اسمها شاور، قبليها بشهرين بينزل العريس والعروسة محل هما يختاروه، العروسة تختار كل حاجة هي محتاجاها، ويسيبوا لستة بطلباتهم، ويبلغوا الأصحاب والقرايب اللي عايزين يجيبوا هدايا. كل واحد يروح يشتري الحاجة اللي يقدر عليها. واحد مثلا يجيب معلقة وشوكة وسكينة، أنا إمكانياتي كده. مثلا واحد يجيب حلة عادي، وبالتالي الهدايا بتكون مفيدة للعروسة. عندنا بقى المصريين، طبعا احنا إمكانياتنا طبعا مش زي الدول الغنية، لكن احنا عندنا بيتكتب قايمة ومؤخر ونفقة لو في لا قدر الله، وذهب وكل ده. وطبعا الأهل لازم هيكتبوا قايمة، لأن العروسة دافعة، أهلها دافعين دم قلبهم زي بالظبط العريس. وده ليه؟ من التباهي
وأنواع غريبة جدا بتحصل عندنا وعادات جديدة علينا. بيكون عندنا 3 أنماط من المجتمع. أول نمط عندنا اللي هو مش بيهتم أصلا إن هو يوري أي حاجة لحد وبيجيب احتياجاته. تاني نمط وهو الأسر المتوسطة والفوق المتوسطة اللي بيدفعوا دم قلبهم، وتيجي أم العروسة يدخل ناس هوب يفتح الدواليب تفرج الناس، تفتح المطبخ تفرج الناس، تفتح النيش تفرج الناس. على فكرة ده غلط. مفيش حد من حقه إن يشوف انت جايبة ايه أو مش جايبة ايه. ولو العروسة معترضة على ده انت معاكي حق، صح، ما توريش حاجتك لحد. انت جايبة الحاجات دي لنفسك، مش نتنطط بيها. تالت حاجة، ودول بقى بجد هما بيتفانوا ازاي يجيبوا اعداد. ليه؟ لان اكتشفت ان في شوارع لما عروسة بتتجوز او عروسة هتتجوز في الشارع جهازها كله بيدخل يتفرش على الرصيف ايا كانت درجتها العلمية. لازم البطاطين والملايات والكاسات والصواني وحاجة المطبخ تتفرش على الرصيف وتتقاس بقى بالمتر، اللي جابت من اول الشارع لاخره، اللي جابت لنص الشارع، اللي جابت حاجات لربع الشارع. ده غلط، واللي تعترض غلط. احنا لازم نبطل الفكر ده. ومن الحاجات اللي اثرت علينا جدا في الموضوع ده هو الميديا. ابتدينا نعرف حاجات كتير وانواع يعني حياتنا كانت ابسط من كده بكتير جدا، حتى طلباتنا كانت بسيطة. عايزة اقول لكم ارجعوا للبساطة. في نفس الوقت نتجوز بحاجات بسيطة. هما بره حتى مهما كان العريس غني فقير هما بيمشوا على قد امكانيات العريس. يعني هو بالظبط في شخصية من اليمن جميلة كده قالت لي حاجة كومنت حلو جدا، قالت لو هو جاب حلة وطنجرة او سرير وطنجرة، هي قالتها كده بالظبط، هي راضية، اوكي خلاص هتتجوز. نرضى بامكانيات العريس، بلاش نجيب حاجات مغالى فيها. وطبيعي الحاجات بقت غالية جدا، وبالتالي اكيد كلنا ابتدينا نهدي في طلباتنا، واتمنى ان ده يحصل. وبكده قلت لكم كل عادات الجواز في كل حتة. قولوا لي بقى المصريين هيعملوا ايه؟ هنلغي القايمة ونمشي زي بره، ولا هنساعد بعض بالراحة وبهدوء ونجيب حاجات بسيطة؟ لأن احنا في الغلا ده لازم نساعد بعض. ويا رب كل واحد ينبسط. وأهم حاجة في الجواز إن يكون شخص كويس، مش مهم هيجيب لك ايه ولا انت هتجيبي ايه. باي باي.